بس دفعت طبعا 140. هو انا هتضحك عليا؟ لا طبعا. سالت عليهم وانا داخله في اول السوق، قلت اسال الراجل شوفها بكام وبتاع، قال لي ب 140. بعدين راجعه بقى عشان خلاص بقى هشتري، بطلع ال 140 بيقول لي 150. قلت له نعم، انت لسه الخمس دقايق لي 140، بتغلي كل 5 دقايق ولا ايه؟ مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ بصراحه انا متضايقه جدا 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 للوضع اللي احنا فيه يا جماعه. انا الموضوع وصل بيا ان انا بجيب ربع فول. انتوا متخيلين الفول بقى ب 65 جنيه؟ جبت ربع فول مدمس وربع فول مدشوش. يعني بصراحة الأرقام بقت خيالية في كل حاجة. أنا مش عارفة هناكل بعد كده إيه، خفافيش مثلا؟ يعني إذا كان الحاجات النباتية غالية جدا، المفروض ناكل إيه؟ المفروض ناكل حتى الخضار غالي، كل حاجة بقت غالية. يعني أنا مش طالعة مثلا يعني أصدر طاقة سلبية ولا أي حاجة، لا إطلاقا. أنا عايزة أعرف هنعمل إيه عشان بس يعني اجهز نفسي، احس ان انا كده يعني ايه، ما اتصدمش في الواقع اللي هيجي بعد كده. حد عنده فكرة نعمل ايه؟ انا بصراحة مش عارفة. انا كل يوم اقعد افكر هنتغدى ايه هنتغدى ايه، بلاقي نفسي دافعة فلوس قد كده على اكلة بسيطة جدا المفروض ان هي تبقى غير مكلفة. فبصراحة يعني الفيديو ده بس يعني ممكن تنقذوني وتقولوا لي على حل. يعني نفيد بعضينا، احنا في ايام صعبة، احنا في ايام صعبة بامانة. يعني لما يوصل الموضوع ان احنا نبقى نشتري بالربع كيلو، لا ده كده كتير. اللي خلاني اجيب ربع فول مدشوش وربع فول مدمس عادي ان انا حبيت اوفر في الفطار شويه. طبعا احنا بنشتري من عند بتاع الفول الحبه قد كده هو ب 10 جنيه، حبه فول كده ما يكفوش نفرين ثلاثه ب 10 جنيه. فقلت طب وعلى ايه؟ والطعميه قد كده هو، قد كده هو بجنيه ونص، قد كده هو. يعني يعني ممكن 3 4 كده بس عشان يعني قطمايه. فلا يعني موضوع اوفر جدا، كل حاجه بقت اوفر. فقلت لا يا نو، ارجعي اعمليه في البيت تاني. يعني انا كنت بعمل، بس كنت بعمل كل فتره. يعني الاول كنت بعمل على طول، وبعدين جيت فتره عليا كده انشغلت شويه، بقيتش عارفه اعمل كميات من الحاجات دي واخزنها في البيت. قلت طب خلاص لا ارجع اشتري تاني. فانا جايه، احنا طبعا بالنسبه لنا احنا لسه اخر الشهر، فجيت اشتري لقيت الاسعار كده، قلت خلاص اشتري ربع وربع. يعني هحاول يعني اوفر في اي حاجه، نستخدمهم فطار، نستخدمهم عشاء، نستخدمهم اي حاجه. المشكله بقى في الغدا، المشكله بقى في الغدا دي التقيله بقى بصراحه، اللي انا مش لاقيه لها حل. مش لاقيه وجبه في الغدا تكون رخيصه، مفيش. اقل حاجه بارقام خياليه. بالنسبه بقى للغدا، كل يوم قاعده افكر هنجيب ايه. البانيه بقى ب 220، كيلو الفراخ بقى اللي هي البيضه بقت ب 105. بقيه الاسعار مش فاكراها، بس ارقام كده خزعبليه. يعني يا جماعه رجول الفراخ بقت ليها ثمن. يعني انتوا يعني ما يعني اكيد كلكم بتنزلوا وتسالوا على والاسعار وتستفسروا. يعني بصراحه موضوع يعني مؤلم. طبعا مش هتكلم على اللحمه بقى، دي في عالم موازي. يعني دي شغاله كده الله ينور، عماله تطلع لفوق، ما في عالم موازي. ما علينا. طب يا بنتي يعني هتاكلوا ايه كده على قد الايد ويناسب اخر الشهر ومش عارف ايه؟ جبت الكبد وقوانص، قلت اشوحها على شويه رز للعيال. رز يا جماعه ب 35 يا جماعه، ارخص رز ب 35. شويه الكبد والقوانص دول لا وايه. سالت عليهم وانا داخله في اول السوق، قلت اسال الراجل شوفها بكام وبتاع، قال لي ب 140. وبعدين رحت لفيت لفه كده في السوق وقلت شوف يمكن الاقي خضار بتاع اجيبه وبتاع. جيت وانا راجعه بقى عشان خلاص بقى هشتري، بطلع ال 140 بيقول لي 150. قلت له نعم، انت لسه الخمس دقايق لي 140. قال لي بجد انا قلت لك كده؟ قلت له ايه، هو انت بتغلي كل 5 دقايق ولا ايه؟ بس دفعت طبعا 140. وانا هتضحك عليا؟ لا طبعا. بس انتوا متخيلين يعني ارخص اكله شويه كبد وقوانص ب 140 جنيه؟ طب احنا رايحين فين؟